اهلا بكل حبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي. احنا لسه مكملين، خلصنا كده وحده علم اجتماعي كامله، خلصنا وحده علم نفس كامله، مكملين علم النفس تاني. احنا بناخد وحده علم نفس، وحده علم اجتماع، رجعنا لعلم النفس تاني عشان يبقى ايه، بناخد علم نفس واجتماع، ما نكونش هاملين فرع معين من الفروع بتاعت علم النفس. طيب هناخد النهارده حاجه اسمها الدوافع. الحقيقه فصل حلو ولذيذ جدا هو والانفعالات. علم النفس حلو، وعلم النفس كان بتاع تالتة احلى بصراحه من تانية اللي هو اتلغى، بس احنا محظوظين هناخد فيه بعض الاجزاء كده اللي هتضاف لنا للمنهج ان شاء الله. طيب اول حاجه يعني ايه الدوافع؟ عارف لما يقول لك ان انت وانت داخل محل بوش، يعني ايه بوش؟ ادفع. مستحيل تدخل المحل من غير ما تعمل بوش للباب، ادفع للباب. هي دي الدوافع بالنسبه لنا بالظبط. يعني ايه كلمه دوافع؟ قالك ان الدوافع قوه محركه. اولا كل واحد مننا عنده الدوافع بتاعته اللي عايش بيها. انت عندك دافع النجاح عشان كده بتذاكر، بابا عنده دافع ان هو يكفيك فعشان كده بيشتغل، ماما عندها دافع الانجاز فعشان كده بتصحى تعمل حاجتها بسرعه قوي. كل واحد عنده دوافع بتحركه جواه، بس الدوافع ده مفهوم مجرد. يعني ايه مفهوم مجرد؟ يعني حاجه انا مش شايفاها قدامي، يعني انا مش شايفه دوافعك، بس انا بستدل عليها، بستنتجها من السلوكيات بتاعت حضرتك. عندي طالب في السنتر وعندي طلبه اونلاين زي حضراتكم كده، في منكم شاطر جدا، احمد ومحمد ومصطفى وعبد الله وجودي وتسنيم، طلبه كتير طبعا انا مش فاكره الاسماء اعذروني، بس لكن في طلبه منكم شاطرين، بيفتح الحصه، يحل الواجب، بيحل التدريبات، بيبعت اسئله، وبنبقى فرحانين جدا بيه. فدوت تبقى انت عارف من سلوكه ان هو عنده دافع النجاح، عنده دافع التفوق، دافع اثبات الذات. يبقى الدوافع مفهوم افتراضي، بفترض ان هو موجود، مش حاجه ملموسه ولا حاجه محسوسه زي القلم ده كده، بستدل عليها من السلوك. قال لحضرتك ان الدوافع قوه محركه لحضرتك تخليك تعمل سلوكيات. ايه اللي بيخلي بابا يصحى الساعه 6 الصبح، 5 كمان، ينزل ويشتغل ويتعب؟ عنده دافع الانجاز، ودافع ان هو حضرتك يحقق ذاته في حضرتك. ايه اللي يخلي حضرتك ان انت تصحى الفجر تذاكر وتجتهد وتنزل في عز الشمس تحضر الحصه في السنتر وترجع تعبان؟ ايه اللي يخليك عامل كده؟ دافع عندك النجاح والتفوق. يبقى الدافع بيخليك تعمل سلوكيات معينه، بيحركك، بيدفعك، بيعمل لك بوش ان انت تعمل سلوكيات معينه عشان تحقق هدف، انجح، اتفوق، اكفي عيالي، اشبع عيالي، عشان ترضي رغبه معينه عندك ان انا اكون متفوق وحاسس بذاتي وعندي دافع الانجاز. يبقى بص كده بيقولك ايه الدافع. تعالى كده لما نجيب القلم الحلو بتاعنا. الدافع قوة بس جواك داخلية تحرك سلوك الفرد، تدفعه للقيام بسلوكيات معينة عشان يحقق هدف معين او يشبع حاجة موجودة عنده. عندي حاجة للفلوس، عايزة اشبع الحاجة للفلوس، فبشتغل واعمل سلوكيات معينة عشان اشبع الحاجة دي عندي. يبقى انا عندي الدافع قوة محركة داخلية تدفع الانسان للقيام بسلوك معين لاشباع حاجة عنده. واحد عنده حب الاستطلاع وحب الفضول، دافع بالنسبه له، عمال بيقرا في كتب عشان يشبع الرغبه عنده في يحصل على معلومات. يبقى الدافع قوه محركه تدفع الانسان للقيام بسلوك معين عشان يشبع حاجه عنده او يحقق هدف ما او هدف معين. طيب قال لي مثال، الجوع، يعد الجوع دافع يخليك تصحى الفجر تدور على اي اكل، تنزل في عز الساعه تشتري اي اكل. ليه؟ عشان تشبع هدف، حاجه عندك لان انت تاكل. بحث عن الطعام وان انت تشبع حاجته اللي هو الشبع. بيقول لك ملحوظه، الدافع مفهوم افتراضي. يعني يا دكتور مفهوم افتراضي؟ يعني حاجه مش ملموسه، مش محسوسه، لكن احنا لا نلاحظه مباشره، مش بشوفه بشكل مباشر، مش زي القلم ده كده ببص عليه بشوفه، لا، لكن احنا بنستدل عليه من السلوك. رحت لقيت بنتي صاحيه الصبح الساعه 3 الفجر كده وبتعمل اكل، استدلت ان هي جعانه، عندها دافع الجوع. واحد بيشتغل 24 ساعة، عنده دافع حب الذات، عنده دافع الإنجاز، عنده دافع جمع المال والثروة. يبقى عندي دوافع لا نلاحظها مباشرة ولكن نستدل عليها من سلوكيات الإنسان. طب قال لك في بعض التعريفات، في بعض المفاهيم المرتبطة بالدوافع. 3 مفاهيم سهلين وبساط ومفهومش أي حاجة، افهم لعبتهم هيبقوا سهلين مية. أول حاجة اسمها الحاجة، الحافز الباعث. الحاجة الحافز الباعث، الحاجة الحافز الباعث. طب أول حاجة يعني إيه الحاجة؟ يقول لك مرة واحدة يا معلم لقيت
جسمي وقع فيه او حصل له نقص في كميه الميه. جسمي مره واحده حاسه ان نقص حصل له في كميه الميه. اتوترت وانا صايمه، مش طايقه نفسي، مش طايقه ان انا اكلم حد. قعدت ادور على اي سوبر ماركت بيجيب ميه، او قعدت اشغل نفسي باي حاجه لحد ما صلاه المغرب تحصل، لحد ما شربت واشبعت الحاجه اللي عندي وحققت الهدف اللي انا عايزه. يبقى كلمه الحاجه، بصي بيقول لك الحاجه ايه؟ هي افتقاد، نقص عند الكائن الحي في شيء معين. عنده نقص في الميه، عنده نقص في المال، عنده نقص في اي حاجه، بيفتقد لشيء معين. بس اول ما بيفتقده بيتوتر. عشان كده تلاقي الناس وهي صايمه متوتره، مش طايقه نفسها. ليه مش طايقه نفسها؟ لان عندها افتقاد وعندها حاجه ان هي تشرب، مما يدفعه للقيام بنشاط معين. او عمال يدور على ميه هنا ويمين وشمال وسوبر ماركت، وعمال يشتغل علشان عنده نقص وحاجه في المال، لحد ما يؤدي لاشباع الحاجه دي. يبقى الحاجة هي افتقاد الكائن الحي لشيء ما، فلما بيفتقده بيحصل له نقص، فبيحصل له توتر، يبدأ يعمل أي نشاط لحد ما يشبع الحاجة دي. بص بيقول لحضرتك إيه؟ شعور الفرد بالعطش، دافع، هو عطشان، فحس ان هو عنده نقص في كمية المية اللي هي الحاجة، لحد ما بيشرب، شكرا اشبع الحاجة. بص كده، دافع الجوع، عنده دافع الجوع ليه؟ لان هو عنده نقص في كمية العناصر الغذائية في جسمه، يتوتر، يعمل اي نشاط لحد ما ياكل، اشبع الحاجة، خلصت الدنيا على كده. يبقى الحاجة هي افتقاد الشيء، هي افتقاد الكائن الحي لشيء معين، بيؤدي لتوتره، يعمل نشاط، يشبع الحاجة وخلاص على كده. طب تاني حاجة الحافز. قالك الحافز حاجة داخلية، خلينا كده نتفق. يبقى الحافز من الداخل، حافز من جواك. يقولك بص بقى، انا عندي الحافز مثلا الجوع، فانا هقوم دلوقتي اعمل احلى اكل. يبقى الحافز شيء داخلي، قوة داخلية انا مش شايفاها، شيء داخلي، عنصر داخلي انا مش شايفاه، بتنشط الفرد للقيام بسلوك معين. عنده حافز الجوع، عنده حافز العطش، عنده حافز معين بيدفعه للقيام بسلوك معين عشان يشبع الحاجة اللي موجودة عنده. بص بيقولك ايه؟ حافز الجوع، حافز العطش، قاعدة كده في حالي وحاسة ان في صداع في دماغي، حاسة ان في ألم، فعندي حافز ان انا اقوم للدكتور عشان اكشف، عشان اخد مسكن. يبقى الحافز حاجة خلتني، دافعتني داخليا ان انا اقوم بنشاط معين عشان اشبه حاجة معينة، او بسلوك معين عشان اشبه حاجة معينة. يبقى عشان ما تتلخبطش، الحاجة نقص، افتقاد عمل لك توتر. الحافز شيء داخلي خلاك تعمل سلوك عشان تشبع الحاجة. طيب امال الباعث شيء خارجي. يبقى الحافز جواك، الحاجه نقص، تعالى نكتب كده، الحاجه نقص، الحافز شيء داخلي، الباعث شيء خارجي. يعني ايه شيء خارجي؟ حاجه انا شايفاها، حاجه ماديه او حاجه اجتماعيه. بابا يقول لك ايه؟ بص بقى، لو نجحت في الثانويه العامه اجيب لك عربيه، ده باعث ليك للتفوق. يعني ايه باعث ليا في التفوق؟ ده هيخليني اكل المذاكره علشان اتفوق. يبقى بص بيقولك ايه؟ الباعث شيء خارجي مادي او اجتماعي، اجيب لك هديه، اجيب لك مكافاه، اديك فلوس، ارقيك عشان تبقى في منصب كويس، يبقى ده باعث ليك. يستثير الدافع، لما انا عملت كده استثرت عندك، حركت عندك دافع النجاح والتفوق، الذي يدفع الفرد للقيام بسلوك معين عشان اخد العربيه. فلما انا خدت العربيه، انا ايه اللي حصل لي عندي؟ بقت العربيه دي اللي هي الباعث شيء خارجي، اول ما خدتها انا اشبعت خلاص الدافع اللي موجود عندي. بص كده بيقول لحضرتك ايه؟ الماء يعد باعث يستجيب لي دافع العطش. عطشانه، اول ما شفت الميه كده باعث بالنسبه لي باعث بالنسبه لي ان انا حرك عندي دافع العطش، انا هشرب بقى. ايه ده؟ يبقى الميه باعث خارجي مادي، حرك جوايا، اثار جوايا دافع العطش، افتكرت ان انا عطشانه، اول ما شربت انا هنا اشبعت الباعث واشبعت الدافع اللي موجود عندي. بص بيقولك ايه؟ اعلان المدرسه عن قيام برحله سياحيه لمعالم القاهره كمكافاه.
هيحرك عنده دافع النجاح، دافع التفوق. اول ما ياخد المكافأة دي هو خد الباعث اللي هي المكافأة، وفي نفس الوقت اشبع عنده دافع النجاح والتفوق. عشان كده بنقول ان الباعث والدافع مرتبطين ببعض. يبقى تاني، الحاجة شيء بيفتقد، شيء فيه نقص، بيعمل توتر. اول ما انا بتوتر على طول بعمل اي نشاط لحد ما اشبع الحاجة اللي عندي نقص فيها. الحافز داخلي، شيء داخلي برضو عندي مشكلة فيه او بينشط الفرد للقيام بسلوك معين. باعث شيء خارجي مادي بيستثير الدافع، اول ما انا بشبعه بيشبع عندي الدافع. بصي كده بيقولك ايه، يبقى انا عندي 4 مفاهيم اساسيه: 1 الدافع، 2 الحاجه، 3 الباعث، 4 الحافز. تمام كده؟ طيب تعالى بقى بعد كده بيقولك خصائص الدوافع. الدوافع ليها خصائص. اول خاصيه في الدوافع ان احنا لا نستطيع ان احنا نراها مباشره، لا نلاحظها بشكل مباشر، ولكن نستدل عليها من سلوك الفرد. زي ما انا قلت لك، انا مش شايفه الحافز الباعث ولا الحافز ولا الدافع ولا الحاجه اللي عندك، انا مش شايفاها، بس انا شايفه السلوكيات بتاعتك. عندك دافع القرايه، الحب، الاستطلاع، الفضول، عشان كده بتلف بلاد في العالم عشان تشوف معالم سياحيه. انا ما شفتش الدافع اللي جواك، بس انا شفت سلوكك. شغالك 24 ساعه، ما شفتش دافع جمع المال عندك، بس شفت سلوكك. يبقى بيقول لك الدوافع قوة داخلية لا نلاحظها بشكل مباشر. تاني، قوة داخلية، قوة جواك لا نلاحظها بشكل مباشر، ولكننا بنستدل عليها من سلوكيات الفرد. بص بيقول لك ايه، فنحن نستدل عليها من السلوك. رايح تجيب اكل فعرفت ان انت عندك دافع الجوع، عمال تدور على ميه فعرفت ان انت عندك دافع العطش، بتشتغل دافع الانجاز، بتذاكر عرفت ان انت عندك دافع التفوق. يبقى اول خاصيه من الخصائص الدوافع قوه داخليه لا نستدل عليها او لا نلاحظها مباشره، ولكن نستدل عليها من السلوك. طب 2، قالك الدوافع دي قوه بتحركك، محركه وموجهه للسلوك. طبعا الدوافع قوه بتوجهك. خلي بالك كنا بندي للطلبه في سنه ثالثه ثانوي وبنقول لهم ان الدوافع او الدافعيه شيء اساسي عشان تنجح. يعني جابوا لك وزير التربيه والتعليم يشرح لك والنائب بتاعه يحل لك الواجب، لو انت ما عندكش الدافع للنجاح والتفوق والنبي ما هتنجح ولا تتفوق. لو حصل ايه؟ فالدوافع هي القوه اللي بتحركك وبتوجهك لان انت تعمل السلوك. بص بيقولك ايه، تجعل الفرد في حالة نشاط مستمر. دايما بذاكر، دايما في حالة نشاط مستمر طول ما انا عندي دافع النجاح والتفوق، حتى يشبه حاجاته او حتى يحقق هدفه. تلاقي ان لعيب الكوره على طول بيتدرب، على طول بيتمرن، على طول في حاله نشاط مستمر لحد ما يحقق الهدف، ان هو يحقق بطوله معينه او يحرز هدف معين. يبقى الدوافع محركه وموجهه للسلوك في آن واحد. بص بيقول لك ايه، استمرار الطالب في عمليه الاستذكار، تقعد تذاكر من شهر 9 لحد شهر 6. ليه؟ عشان عندك دافع النجاح، اطلع الاول في الثانويه العامه. يبقى الدوافع هي اللي بتحركك، هي اللي بتدفعك، هي اللي بتخليك تقوم بأي نشاط لحد ما تحقق هدفك. يبقى 1 الدوافع عملية لا نلاحظها بشكل مباشر ولكن نستدل عليها من السلوك. 2 الدوافع قوة محركة وموجهة للسلوك. 3 قالك الدوافع تتناسب طرديا مع الجهد المبذول. يعني ايه كلمة طرديا؟ كلمة طرديا يعني بتطلع معاه وبتنزل معاه. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ كل ما الدافع يبقى عندك قوي كل ما الجهد اللي يبقى عندك بتعمله قوي، كل ما الدافع يبقى قليل كل ما الجهد اللي عندك يبقى قليل. كل ما يبقى عندك الدافعيه، كلكم عندكم دافعيه للنجاح بس كلكم ما بتذاكروش زي بعض. ليه؟ اللي عنده الدافع للنجاح قوي بيذاكر 14 و15 ساعه بإرادته. اللي عنده الدافع للنجاح ضعيف، عايز ينجح بس ضعيف، دافع للنجاح ضعيف، فتلاقيه ان هو الساعه 2 مش قادر يقعد على المذاكره. يبقى كل ما الدافع يبقى قوي كل ما الجهد يبقى قوي، كل ما الدافع يبقى نسبته ضعيفه كل ما جهدك يبقى ضعيف. بص بيقول لك ايه، هذا يعني كلما ازدادت قوه الدافع ازدادت الجهد المبذول لارضائه. تلاقي فرد عنده دافع قوي ان هو يخس، ممكن يقعد 4-5 ايام ما بياكلش، لكن لو هو ما عندوش الدافعيه ان هو يخس ضعيفه، تلاقي ساعه و2 ورجع وكل وخلاص على كده. يبقى
1 الدافعية لا نلاحظها بشكل مباشر. 2 الدافعية قوة محركة وموجهة للسلوك في آن واحد. 3 تتناسب الدافعية مع الجهد المبذول طرديا. 4 قالك تتسم طريقة إشباع الدوافع بالمرونة. يعني إيه إشباع الدوافع بالمرونة؟ أنا بذاكر عشان أنجح وعندي دافع النجاح، بس طريقة المذاكرة اللي أنا بتبعها ما بتجيبش نتيجة. مش همسك في الطريقة دي وأقول هي الطريقة دي حياتي، لا، هدور على طريقة مذاكرة تانية أبقى مرنة. يعني إيه مرنة؟ عكس الجامد، عكس الإنسان الجامد. واحد عنده دافع الشهرة، لقى ان التمثيل مش هو اللي بيحقق له الدافع ده، هيدور على الاخراج، هيدور على الانتاج، هيدور على اي حاجة تانية. واحد عنده دافع مثلا القراية، دافع الاستطلاع، دافع الفضول، لقى ان القراية مش هي اللي بتحقق له اللي هو عايزه، الدافع ده مش هي اللي بتشبعه له، هيروح يسافر عشان يشوف بنفسه ويستطلع ويجيب معلومات بنفسه. يبقى طرق إشباع الدوافع مرنة مش جامدة. بص بيقولك ايه، لو وجد الشخص طريقة ما بتحققلوش أهدافه، مش بتحققله الهدف اللي هو عايزه، مش بتشبع الحاجة اللي عنده، هيحاول تعديلها لتحقيق الهدف. عندما لا يستطيع الفرد ممارسة كرة القدم، ما لقاش ان كرة القدم هتثبت له ذاته، هيقوم بأي نشاط آخر. قبول الفرد بتناول أي نوع من الطعام لإشباع دافع الجوع. هاتلي اي حاجه وانا اكلها، مش لازم الحاجه دي، مش متمسك بالحاجه دي. طب 5 حاجه بيقولك ايه، الدافع الاقوى ليه الاولويه في الاشباع. يعني ايه؟ هنا بقى لو انا عندي دافعين، الدافع الاقوى فيهم هو اللي انا هشبعه الاول. يعني واحنا صايمين احنا عندنا دافعين، دافع الجوع ودافع العطش، بس اول ما الاذان بيأذن تروح تشرب. ليه تروح تشرب؟ لان دافع العطش عندك اقوى من دافع الجوع. طب انا جسمي مكسر ومش قادر ومرهق وعايزه انزل مع صحابي، الدافع الاقوى عندك هو اللي هيغلب. لو انت عندك الدافع الاقوى تريح جسمك وتتخلص من الارهاق هتنام. لو انت عندك الدافع الاقوى لا انزل مع صحابي حتى لو انا كنت مجهد، هتنزل مع صحابك. يبقى الدافع الاقوى اللي موجود عندك هو اللي هيبقى ليه الاولويه، اللي هيتم اشباعه الاول. مثال، اذا شعر الفرد دافع الجوع والعطش معا، الاولويه هيكون للميه، لان هو الجسم بيحتاج للميه اكتر من الاكل. لما بيكون طالب عنده دافع التفوق وفي نفس الوقت عنده دافع يحقق نفسه في الرياضة، هيأجل الرياضة عشان التفوق، عشان الثانوية العامة. يبقى الدافع الأقوى عند الفرد هو اللي هيكون ليه الأولوية في الإشباع. طب 6 حاجة دي بقى مهمة قوي، قالك بتظهر الدوافع الفسيولوجية الفطرية بشكل دوري. يعني ايه بشكل دوري؟ يعني ليها دورة معينة بتبدأ وتنتهي. يعني ايه الدوافع الفطريه الفسيولوجيه؟ اللي هو دافع الجوع ودافع العطش، ليهم دوره معينه. يعني حسيت ان ريقي ناشف فعايزه اشرب، فروحت دورت على ميه فشربت، خلصت على كده. حسيت ان انا عندي تقلصات في المعده، بطني بتاكل في بعضها زي ما بيقولوا، حسيت ان انا عايزه اكل وجسمي بينقص فيه العناصر الغذائيه، دورت على اكل، كلت، خلصنا. يبقى بتبدا وتنتهي، خلصنا على كده. بص بيقولك ايه، تمر بدوره كامله بتبدا بظهور الحاجه. عندي حاجه للميه في جسمي بتشبع، خلاص خلصنا على كده، وبعد كده تبدا تظهر وتخلص، تبدا تظهر وتخلص، دوره كامله. بيقولك بص بقى ايه اللي عكسها، ايه عكسها؟ الدوافع الاجتماعيه الشخصيه. ايه الدوافع الاجتماعيه الشخصيه؟ دافع الشهره، دافع حب الذات، دافع الفضول، دافع القرايه، دافع الاستطلاع، دافع، عندنا دوافع كتير. قالك الدوافع دي ليست دوريه. يعني ايه ليست دوريه؟ يعني اول ما بيتم اشباعها مش بتنخفض، ده بتزيد قوتها. يعني يقولك ده انا بقى معايا 1,000,000 جنيه، عايز يبقى معايا 2 مليون. ايه ده؟ ده انا حققت الشهره في مجال معين، عايزه ابقى مشهور على الوطن العربي كله. ده انت نجحت في الثانويه العامه بس عايز تطلع الاول في الكليه عشان تبقى معيد وعشان تتعين. فهنا الدوافع الفسيولوجيه عكس الدوافع الاجتماعيه. الدوافع الفسيولوجيه بتبدا وتشبع وتخلص، ليها دور. اما الدوافع الاجتماعيه والشخصيه ليست دوريه، اول ما بيتم اشباعها بتزداد قوتها كمان. يبقى انت عندك 7 خصائص للدوافع.
الدوافع لا نلاحظها بشكل مباشر. 2 الدوافع قوة موجهة، الدوافع بتتناسب طرديا مع السلوك المبذول. الدوافع مرنة، الدوافع الأقوى هي اللي بيتم إشباعها. الدوافع الفسيولوجية ليها دورة وتنخفض، أما الدوافع الاجتماعية والشخصية ملهاش دورة، وأول ما بيتم إشباعها بتزداد ولا تنخفض. تمام كده؟ طيب تعالى بقى لما ناخد فوائد الدوافع. هل الدوافع مهمة ان انا اعرفها؟ ما هو انت عشان تفهم نفسك لازم تعرف ايه هي دوافعك. انا بذاكر عشان عندي دافع النجاح والتفوق. اخويا بيشتغل عشان عنده دافع ان هو يجمع المال. الممثل دوت بيعمل 5-6 افلام في السنة عشان عنده دافع ان هو يثبت نفسه ويشتهر. يبقى الدوافع بتساعدك ان انت تفهم نفسك وتفهم الاخرين اللي حواليك. بص بيقولك ايه، تساعد في فهم الانسان لنفسه وللاخرين. لما تشوف واحد بيجتهد في المذاكره هتفهم ان هو عنده دافع النجاح والتفوق. يبقى اول حاجه بيساعدك ان انت تفهم نفسك واللي حواليك. طب تاني حاجه، مش بس ان انا افهم نفسي واللي حواليا الحقيقه يا شباب، ده انا اتنبأ كمان بسلوكك. عندي بعض الطلبه اول ما بيجي في الثانويه العامه، ايام ما كان بقى السالفه ثانويه عامه والسنه دي اولى وثانيه، بيبقى مجتهد وشاطر، وفي منكم الاونلاين كمان وبيسال وبيجتهد وبيحل. طبعا احنا بينزل لنا كل حاجه، بتفتح الحصه امتى، الواجب امتى، بتحل ولا ما بتحلش، بتشوف كل حاجه. فاقول للفريق اللي معايا الطالب دوت هيقفل الفلسفه، هيقفل علم النفس في تانية. ليه؟ لان انا شايفه الدافع عنده فمتنبئه بالسلوك اللي هو هيعمله. بيقول لك ده الدوافع كمان لما بتعرفها بتساعدك على التنبؤ بسلوك الاخرين. الطالب ده بيذاكر عنده دافع النجاح فهينجح ويطلع الاول في الثانويه العامه. اللي هناك دوت بيشتغل 24 ساعه عشان عايز فلوس، انا بتنبأ ان شاء الله ان لو جات له فرصه سفر هيسافر على طول. يبقى الدوافع كمان لما تعرفها وتدرسها بتتنبأ، بتتوقع سلوك الناس اللي قدامك. بص بيقول لك ايه، عندما تلاحظ الام ان ابنها يجيد لعبه كره القدم عنده الدافع، فبتتنبأ ليه بالتفوق في المجال ده. يبقى الدافع مهم عشان تفهم نفسك واللي حواليك، عشان تتوقع سلوك اللي حواليك. تالت حاجة قالك تنشط سلوك الفرد، بتنشطك وتديك الطاقة اللازمة لتحريكه نحو الهدف. زي ايه؟ عارف كده وانت بتتفرج على ماتش كرة القدم بتلاقي ايه؟ لو افترضنا ان دوت الجون قدامي اهو، تلاقي ان اللاعب اول ما بيجي يوصل للهدف بتاعه مرة واحدة كأن الدم كله ضرب في جسمه عشان يحقق الهدف مرة واحدة. تلاقي الطالب قبل ما يجي الامتحان ممكن يقعد 2-3 ما بيذاكرش، ليه؟ عشان يحقق هدفه. الدافع بص بيقولك ايه، بينشط سلوكك، بينشطك، بيديك الطاقة اللازمة لحد ما توصل للهدف. عشان كده دي وظيفة بنسميها وظيفة تنشيطية تحريكية. يبقى 1 تفهم نفسك والآخرين، تتنبأ بسلوك الآخرين، وظيفة تنشيطية وتحريكية. فريق الكرة في المباريات النهائية عنده دفع قوي، فعنده طاقة قوية جدا لحد لما يوصل لهدفه. طب رابع حاجة قالك مش وظيفة تنشيطية بس، امال وظيفة ايه كمان يا معلم؟ قالك وظيفة توجيهية بتوجهك. يعني ايه؟ عايز انزل اروح النادي الحقيقة وعايز اقعد اذاكر، طب هعمل ايه فيهم؟ لا، الدافع اللي عندي دافع النجاح والتفوق، انا هقعد اذاكر. ايه ده؟ يعني الدوافع وجهتك عشان تعمل سلوك معين. ماشي في الشارع، في محلات اكل وفي محلات شرب وفي محلات لبس وفي محلات حاجات كتير، بس انا جعان فهروح اكل. ايه ده؟ يعني الدوافع هنا هي اللي وجهتك نحو هدف معين. بص بيقول لك ايه، الفرد الجائع دايما انتباهه رايحه للاكل، للشرب، لريحه الاكل، لريحه الشرب. يعني الدوافع هنا ليها وظيفه توجيهيه، يبقى ليها وظيفه تنشيطيه بتنشطك تديك الطاقه لحد ما تعمل هدفك، ليها وظيفه توجيهيه بتوجهك للهدف اللي انت عايزه. قالك ضروريه لكل من يشرف على مجموعه من الناس. يعني ايه؟ لو انا مع مجموعه من الطلبه او مدير في العمل، لو عرفت دافع كل واحد قدامي، عرفت ان ده الدافع بتاعه النجاح عشان كده بيشتغل، وده الدافع بتاعه حب الظهور، وده الدافع بتاعه الفلوس، وده الدافع بتاعه اثبات الذات، هعرف اوجههم، هعرف احفزهم. بتاع الفلوس هديله مكافأة، بتاع حب الذات والظهور هديله برستيج قدام الناس. ايه ده؟ يعني هعرف احفز كل واحد زي الدافع بتاعه ما هو عايز. بص بيقولك ايه،
ضرورية لكل من يشرف على عمل جماعي، يحاول تحفيزهم زي المعلم زي المدرب اللي موجود في وسط مجموعة من اللاعبين. لو عرف دوافعهم هيقدر يحفزهم ويوجههم صح. يبقى الدوافع دراستها مهمة لكل من يشرف على عمل جماعي. طب آخر حاجة قالك الفرد بيفضل في حالة نشاط مستمر لحد ما يحقق الهدف. يعني انت مش هتنام طول ما عندك الدافع بتاع النجاح والتفوق لحد ما تنجح وتتفوق. يقول لك انا مش عارف اعيش حياتي، انا هحقق هدفي يعني هحققه. بص، استمرار السباح في الاجتهاد لحد ما يوصل للمركز الاول. يبقى الدوافع تنشيطيه، توجيهيه، تحفيزيه. الدوافع تنبؤيه، بتتنبأ بسلوك الاخرين. بتفهم سلوك الاخرين. دوافع مهمه لكل من يفهم او لكل من يتعامل مع مجموعه من الناس. طيب ايه هي تصنيف الدوافع؟ دوافع واحده؟ قال لك لا، دوافع الحياه مش واحده، في تصنيف ليها. اول حاجه قال لك دوافع اوليه فطريه فسيولوجيه. اوليه يعني عندنا، فطريه يعني ربنا خلقها لنا، فسيولوجيه يعني ليها علاقه بجسم الانسان. بص بيقول لك ايه، هي دوافع يولد بها الفرد من عند ربنا، محدش يديها لك، مزود بها عن طريق الوراثه، موجوده في الجينات بتاعتنا كلنا. يبقى دوافع اوليه فطريه فسيولوجيه بتحفظ حياة الإنسان، زي الجوع والعطش، ما اكلتش ما شربتش لا قدر الله مش هتعيش. أو إن تحفظ بقاء الفرد، إن الناس يفضلوا موجودين، النوع موجود اللي هو نوع الإنسان زي الأمومة. طيب بص بيقولك الدوافع دي بتنقسم لإيه؟ الفطرية الأولية الفسيولوجية. قالك عندي دوافع خالصة ودوافع اجتماعية. يبقى الدوافع الفسيولوجية الفطرية الأولية نوعين: دوافع فطرية أولية فسيولوجية خالصة، ودوافع فطرية أولية فسيولوجية اجتماعية. الدوافع الفطرية الأولية الخالصة اللي ليها علاقة بالحياة، ما أشبعتهاش تموت، بالبقاء على الحياة. بيقول لك عدم إشباعها موت الفرد على طول. الجوع والعطش، جوع، عطش، نوم، إخراج، درجة حرارة الجسم، دي كلها دوافع أولية. واحد لو برد جدا هيموت، حر جدا جدا ممكن يموت. طب أمال الدوافع الفسيولوجية ذات طابع اجتماعي؟ قالك لا، دي حفظ النوع، إن نوع الإنسان يبقى موجود. قالك تقوم على أساس فسيولوجي تحتاج في إشباعها لفرد آخر، زي إيه؟ الأمومة. ما فيش واحدة هتبقى أم لوحديها، تحتاج لفرد آخر، زوج لزوجة أو زوجة لزوج، تتشكل عشان يتم إشباعها حسب معايير المجتمع، اللي هو الجواز، اللي هو المأذون، اللي هو الفرح، اللي هو الإشهار، عشان تشبع حسب قيم المجتمع الاجتماعية والثقافية اللي هي دافع الأمومة. يبقى الدوافع الفطرية الأولية الفسيولوجية إما خالصة بتحافظ على الحياة، اللي هو الجوع والعطش والإخراج ودرجة الحرارة، أو دوافع بتحتاج لحد تاني عشان تشبعها، بتشبعها مش من نفسك وإلا هنبقى حيوانات، تشبعها حسب القيم العادات والتقاليد اللي هي دافع الأمومة ودافع الجواز. طيب الدوافع التانية بسميها دوافع ثانوية مكتسبة، دي بقى بتكتسبها مش بتتولد بيها. قالك الدوافع دي دوافع ترتبط بالبناء والتكوين الاجتماعي والنفسي للفرد، يعني مختلفة من حد لحد، بيكتسبها. تكتسب بالتعلم، بالخبرة، بالممارسة، بالبيئة، بالظروف اللي حواليه، من المجتمع اللي هو بينشأ فيه، من العوامل النفسية الاجتماعية، مختلفة من واحد لواحد. عشان كده بنقول ثانوية مكتسبة، بيكتسبها ما بيتولدش بيها. قالك الدوافع الثانوية المكتسبة نوعين: إما تكون اجتماعية إما تكون فردية. الدوافع الاجتماعية العامة دوافع بحتاج للتانيين، بحتاج للآخرين عشان أشبعها. زي إيه؟ دافع الانتماء، محتاجة الوطن عشان أشبعه. زي دافع التملك، محتاجة الشخص عشان أتملكه. زي دافع مثلا المشاركة الوجدانية، الحب، ما أنا أحب مين؟ ما أنا أحب بني آدمين، يبقى عايزة بني آدمين معايا. زي دافع الاختلاط، عايزة ناس تانيين. زي دافع الحصول على حب الناس. يبقى دي كلها دوافع أنا بحتاج للآخرين. بص بيقولك إيه؟ بسبب التقارب، وهي محتاجة للمجتمع حواليه. طب أمال بقى الدوافع ثانوية مكتسبة بس أنت مش محتاج لمجتمع حواليك، أنت مش محتاج، ده بتختلف من واحد لواحد، من الظروف نفسية لواحد لواحد. قالك زي دافع الفضول، في واحد فضولي وواحد مش فضولي. زي عندك دافع التفوق، في واحد عنده دافع التفوق وفي واحد مش فارق معاه. زي دافع الاستقلال، انا مستقلة وفي واحد تاني في تفكيره مش مستقل، تابع. في دوافع تحقيق الذات، عايزه احقق نفسي انا بغض النظر عن اللي حواليا شكلهم عامل ازاي. يبقى الدوافع نوعين:
وكل نوع فيه تحتيه نوعين: دوافع فطريه فسيولوجيه اجتماعيه، ودوافع فطريه فسيولوجيه خالصه، وفي عندي دوافع ثانويه مكتسبه اجتماعيه، ودوافع ثانويه مكتسبه فرديه. وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاع الدوافع. درس حلو ولذيذ ما فيهوش اي حاجه خالص، ذاكره مره واتنين، ولو في اي سؤال احنا معاك ان شاء الله باذن الله هندخل على الانفعالات، ولو في اي حاجه احنا معاك. السلام عليكم. اهلا بيكم بكل حبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي، لسه مكملين مع الوحده الثانيه علم النفس. خدنا المره اللي فاتت الدوافع، هناخد المره دي ان شاء الله حبيبتها وصاحبتها الانفعالات. يقول لك انا منفعل، يعني ايه منفعل؟ حزين، فرحان، مبسوط، غضبان، غيران، متوتر، قلقان. دي كلها دوافع انفعالات موجوده عندنا طول الوقت. بيحب، بيكره، بيغير على مراته، بيغير على بنته، قلقان من الامتحان، متوتر من مشكله معينه. دي كلها انفعالات موجوده عندنا، حالات وجدانيه، مشاعر، احاسيس، وجدان احنا بنحس بيه. طب الانفعالات مهمه؟ مهمه. الانفعالات في منها سيء وفي منها صحيح؟ صحيح. الانفعالات مهم جدا ان انا اقدر اتواصل بيها من خلال اللي حواليا. طب ما تيجي نشوف يعني ايه انفعالات اصلا. قالك الانفعال هو حاله وجدانيه، وجدان، مشاعر بتنشأ عن مصدر نفسي ليها علاقه بالنفسيه بتاع الانسان، تنشأ لإعاقة السلوك أو التفكير المعتاد. أنا مش قادر إن أنا أحقق حلمي، حاسس بتوتر وقلق وغضب. كلمة إعاقة يعني عدم مقدرة. أنا عايزة أوصل للسنتر ومرة واحدة لقيت الدنيا مطرت فما قدرتش إن أنا أوصل فغضبان. او انا عايزه اوصل للسنتر فمره واحده الطريق وقف وحد قفل عليا العربيه، فعندي اعاقه للسلوك، مش قادره احقق الهدف اللي انا عايزه فغضبان ومتوتر ومنفعل. يبقى الانفعال بيحصل عشان في اعاقه للسلوك او التفكير المعتاد. قالك ان الانفعال بيشمل الفرد كله. يعني ايه الفرد كله؟ جسمه كله. يعني وانت منفعل باحاسيسك وبمشاعرك وبوشك وبايماءاتك وبصوتك وبكل الانسان كله. بص بيقولك ايه؟ الانفعالات بتؤثر في سلوك الفرد، في تعبيراته الظاهره، شكله، حواجبه ارتفعت، وشه احمر مره واحده، متعصب، ايده ورجله وشعره، فسيولوجيا، ضربات قلبه سريعه، تنفسه معدله عالي جدا. بص بيقولك ايه وظائفه الفسيولوجيه، خبرته الشعوريه، يعني كل واحد بينفعل حسب هو بيشعر بايه. وظائفه الفسيولوجيه، ده ممكن واحد مريض يقع مره واحده بالسكته القلبيه نتيجه انفعال معين. يبقى الانفعال هو حالة وجدانية، الحالة بتشمل الفرد كله، فسيولوجيا، جسميا، خبرات شعورية، تعبيرات ظاهرة، الفرد كله من جميع النواحي. طب قالك ايه هي الجوانب الأساسية للانفعال؟ ركز، كلام مفهوش أي حاجة ركز فيه. أول جانب اسمه الجانب الفسيولوجي للانفعال. الجانب الفسيولوجي اللي هو الداخلي، اكتب كده هنا الداخلي. يعني ايه الداخلي؟ فسيولوجيا يعني ليه علاقه باعضاء جسمك. طب زي ايه؟ قالك اول حاجه تنفعل، تغير في ضغط الدم، ضغط دمك يعلى او يوطى، تلاقي ضربات قلبك بقت سريعه قوي، اضطراب معدل التنفس، معدلات قلبك، يقولك ده انا قلبي سامع ضربات قلبي ذات نفسها. اثاره المعده، بطني وجعاه، جانب فسيولوجي. اتساع حدقه العين، تلاقي عينه دي مره واحده برق، اتساع حدقه العين. شعره وقف، بص بيقولك ايه؟ شعره وقف. يقولك مره واحده مش قادر ابلع ريقي، جفاف في الحلق ذات نفسه نتيجه نقص اللعاب. الغدد تبوظ اثناء الانفعال، غدد درقيه، غدد قذريه، غدد لعابيه، تلاقي الغدد مستوى الهرمونات فيها اتغير. اتساع الشعب الهوائيه، مش قادر القصبه الهوائيه عنده هنا. زيادة التوتر العضلي، انتصاب شعر الرأس، مرة واحدة يقولك شعر وقف، أول ما شفت موقف مخيف شعر وقف على طول. عنده إسهال، عنده مغص. دي كلها جوانب فسيولوجية داخلية مصاحبة للانفعال. طيب هو احنا كلنا بننفعل زي بعض؟ قالك لا، ده الجانب التاني او المكون التاني من الانفعالات. مش كلنا بننفعل زي بعض، حسب الخبرة الشعورية او الجانب الشعوري او الخبرة الذاتية. اكتب عندك كده اهو، الجانب الشعوري او الخبرة الذاتية، او ساعات بنسميه الجانب
الادراكي. يعني اللي بيخليك تنفعل ممكن ما يخليش انفعل، والعكس صحيح. يعني بمعنى ايه؟ ممكن واحده عيالها يكسروا لها اي حاجه في الشقه ما تنفعلش، تقول لك عادي تتعود. ممكن واحده تانية لا، تنفعل جدا عليهم. ممكن واحد يجيب درجه وحشه في امتحان الثانويه العامه فيحس ان ده نهايه الدنيا بالنسبه له. ممكن واحد تاني ياخده التحدي، وانا هثبت نفسي واطلع الاول في الكليه واتعين معيد. يعني كل واحد بيتعامل مع الموقف من وجهه نظره هو. عشان كده بنقول ان الجانب المعرفي، تقديرك للموقف ذات نفسك، هو اللي بيسهم في شده الموقف، تحديد شده الانفعال ونوعه. يعني واحد شاف عربيه بتنحدر بسرعه، ممكن مره واحده يقف على جنب يبقى عنده ثبات انفعالي، وممكن من شده الانفعال يحس ان هي جايه تخبط فيه فهو يروح خابط فيها مره واحده. يبقى انت بتشوف الموقف ازاي، خبرتك ادراكك للموقف ازاي، ده اللي احنا بنسميه الجانب الشعوري او الخبره الذاتيه. يبقى واحد الانفعالات بيأثر فيها المكون او الجانب الفسيولوجي اللي هو الداخلي، بيأثر فيها انت بتشوف الموقف ازاي. شايف العربيه دي عربيه لعبه هتيجي تخبطك فبتتفاداها، ولا شايف العربيه دي غول قدامك فمره واحده بتفقد فيها اعصابك وانفعالاتك وبتدخل فيها. انت شايف دوت قدامك ازاي، اللي هو الجانب الشعوري او الخبره الذاتيه. طيب بص كده بيقولك ايه. طبعا دي كلها امثله، انت ممكن تاخد اي مثال منهم واحد بس تحفظه. طب الجانب الثالث، قالك الجانب الثالث اللي هو الجانب الجسمي الخارجي، اللي هو ايه؟ منفعل، فنبره صوته قويه قوي او ضعيفه قوي، تعبيراته وشه مره واحده تعبيرات وشه بيرفع في حواجبه ووشه، او بيضحك وبيبتسم او بيعيط، ايده بيشوح بايديه يمين وشمال، بيقوم وبيقف. ايه ده؟ دي كلها جانب جسمي خارجي انا شايفه. بيقول لك حركات، نبره صوته ذات نفسها، يقول لك مره واحده منفعل نبره صوته اختلفت. اوضاعه الجسميه يا عم، ده بقى بيتشال ويتحط ويقوم ويقعد ويقف ويجري وبيعمل حاجات غريبه. الالفاظ، بيقول الفاظ زي الزفت، ايماءات، اشارات، وبيرفع في حواجبه وفي عينيه. ده كله شكل خارجي جسمي. يبقى احنا عندنا 3 جوانب. الجانب الاول الداخلي الفسيولوجي اللي ليه علاقه بالناحيه الفسيولوجيه واعضاء الجسم. الجانب الخارجي اللي هو المظهر الخارجي ليه علاقه بنبره الصوت، بالالفاظ، بالايماءات، بالاشارات. الجانب اللي هو الشعوري او الخبره الذاتيه، تقدير حضرتك في الموقف عامل ازاي. طيب هي الانفعالات مهمه؟ الانفعالات مهمه جدا 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 جدا. ده سبحان الله لما تيجي تدرس الفوائد الانفعالات تقول حتى سبحان الله على الغضب، الحمد لله على الغضب. نعمه ان انت في الموقف ده اتنرفزت، ده نعمه من ربنا. تعالى كده ما اقول لك. بص يا حبيبي، يقول لك ايه؟ يمكن ان نعدد فوائد الانفعالات الناضجه والمعتدله في النقاط الاتيه. طب 1، تعد الانفعالات، هو بيقول لحضرتك تعد الانفعالات من اهم واقوى الروابط التي تديم المحبه والموده بين الناس. عارف يعني ايه انفعالات؟ حب، محبه، ود، اب وام بيحبوا عيالهم، زوج بيحب زوجته، اخ بيحب اخوه واخواته. يعبر الوالدين عن محبتهم ابتسامه، فرح، كلمه حلوه، ايماءات، اشارات، وبيعبروا عن خوفهم برضو بالايماءات وبالاشارات. يبقى في محبه، في موده ما بين الناس. بيقولك الانفعالات بتنظم سلوك الفرد وتوجهه نحو وجهه ايجابيه. يعني ايه الكلام دوت؟ قالك الحزن شعور خاص بيبدا يبكي بيوجهه. الخوف حاله شعوريه، حس بانفعال الخوف اول ما شاف تعبان فهيجري ويهرب. يبقى هنا الانفعال وجه سلوكه. حاسس بالقلق من امتحان بكره فهيذاكر. ايه ده؟ يعني الانفعال هنا وجه سلوكه ونظمه. حاسس ان هو قلقان ان مش هيقدر يغطي قسط العربيه فهيشتغل شغلانه تانية. حاسس ان هو قلقان ان هو على ابنه فهيحافظ عليه وياخد باله منه. يعني معنى كده الانفعالات قوة بتدفع الفرد ان هو يعمل سلوكيات معينة. يبقى الانفعالات مفيدة، محبة ومودة ما بين الناس. 2، بتنظم سلوك الفرد وبتوجهه وجهة ايجابية. بص بيقولك ايه؟ فرحان بضحك، خايف ان انا اخسر ماتش بكرة فهركز. اللاعب المهتم بالفوز قلقان فهيتدرب فهيفوز. يبقى بتنظم سلوكك وبتوجهه. طب 3 حاجة، قالك التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل لك لو ما حصلت لكش لا قدر الله ممكن تموت. عشان كده الناس بتموت بالسكتة القلبية وبالجلطة. ليه؟ هو في حالة انفعال غضبان قوي قوي
فمفروض ان هو الدم هيتدفق في جسمه كله. الدم ما تدفقش في جسمه كله وما حصلوش الاعراض المصاحبه فسيولوجيا، فيحصل له تجلط في الدم فهيموت. ايه ده؟ يعني حتى التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل للانسان ده بتحافظ على بقائه. بص بيقولك ايه، تفيد التغيرات الفسيولوجيه التي تصاحب الانفعالات في حفظ حياه الانسان. منفعل، السكر بيزيد في الدم، بيتدفق الدم، بيشحن الطاقه، تلاقيه مره واحده عيط، لان هو لو ما عيطش والدم ما جريش في جسمه هيحصل له تجلط للدم فهيموت. طب امال التعبيرات بقى الخارجيه، عشان كده تلاقي لما الواحد بيبقى زعلان ويعيط يقول لك انا ارتحت. طب لو ما عيطش لا مشكله، يجيله سكته قلبيه، يتعب عضويا ونفسيا، وممكن يموت ويجيله سكته قلبيه وسكته دماغيه وربنا يعافينا. فالتغيرات الفسيولوجيه المصاحبه للانفعال بتحافظ على حياتك. طب امال التغيرات بقى الظاهره الخارجيه الجسميه بتفيد في التواصل والتخاطب ما بين الناس. يعني ايه؟ انت قاعد مره واحده بتتكلم مع حد فباين عليه ان هو فرحان مبسوط وسعيد، ففهمت ان هو مبسوط من الموقف اللي انت عملته. طب مره واحده راح رفع لك حاجبه كده ونبره صوته اختلفت، غضبان. طب تخيل لو هو ما ادكش لا الرياكشن ده ولا الرياكشن ده، انت لا عارف لو هو غضبان ولا هو مبسوط، مش عارف تتواصل معاه ازاي. بص بيقولك التعبيرات الخارجيه الظاهره التي تصاحب الانفعالات زي تعبيرات الوجه بتخدم التخاطب ما بين الناس. وانت قاعد كده في مناسبه تلاقيه ماما مره واحده برقت لك، فهمت ان انت عملت مصيبه. لقيتها فرحانه فعرفت ان السلوك اللي انت عملته فرحان، في تخاطب وتواصل ما بينكم. تفيد في توصيل مشاعر الاخرين مما يساعدهم على الاستجابه الملائمه. يبقى الفوائد مفيده 4 حاجات: محبه وموده ما بين الناس. 2 بتنظم سلوك الفرد وبتوجهه. التعبيرات الفسيولوجيه والتغيرات الفسيولوجيه بتحافظ على حياتك. اما التعبيرات الجسميه الخارجيه مهمه في التواصل والتخاطب ما بين الناس. طيب تعالى كده ما نشوف كيفيه الحكم على الانفعالات. هي الانفعالات الحكم عليها واحد قال لي لا، في بعض الانفعال حسب النتيجه بتاعته بقيسه. يبقى الانفعال مش حسب الانفعال، حسب النتيجه بتاعته. يعني ممكن يبقى انفعال حب وضر، وممكن يبقى انفعال غضب ومفيد. يا دكتور اللي انت بتقوليه ده من امتى الغضب مفيد؟ هقولك. ومن امتى الحب ضار؟ هقولك. يبقى الانفعال مش بيتقاس بالانفعال، بيقاس بالنتيجه اللي من الانفعال. طب بص كده، الخوف، خايف على بنتي فحافظ عليها، خايف على وظيفتي فهشتغل، خايف على وطني فهدافع عنه، خايف من الامتحان فهذاكر، خايف الفلوس اللي معايا تخلص فهشتغل. ايه ده؟ يعني الخوف طلع مفيد اهو. حسب النتيجه بتاعته. قد يكون ايجابي عند دفع صاحبه التعامل المناسب مع الخطر الخارجي. خايف ان في تعبان فهجري وههرب فهحافظ على حياتي. خوف من الفشل في الحصول على وظيفه فهشتغل على نفسي عشان اكسبها. طب الغضب ممكن يكون ايجابي. ازاي؟ تعالى كده بيشوف، بيقولك الثورات اللي بيعملها الشعوب غضبانين من الحكام ايجابي، بيساعد على تغيير الحكم ذات نفسه، القيام باصلاحات. ايه ده؟ يعني الغضب ممكن يكون ايجابي. غضبان من الصور المسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم فاتخذت الدول والشعوب ثورات ضد الناس اللي عملت كده، فالغضب هنا ايجابي. غضبان ان في محتل موجود في ارضي فهدافع عنها، الغضب هنا ايجابي. غضبان من اللي اساء لاختي فحاول ان انا اخد حقها بالطرق القانونيه، فالغضب هنا ايجابي. يبقى الغضب ممكن يكون ايجابي حسب النتيجه بتاعته. طب الحب ممكن يكون سلبي. ازاي؟ بحب ابني زياده عن اللزوم فطالع متدلع وفاشل، حب سلبي. بحب نفسي زياده عن اللزوم فبقيت اناني، حب سلبي. بص بيقولك ايه، الحب ممكن يكون سلبي. بحب نادي بتاعي قوي فبقيت متعصب وبقيت ماشي عماله اكسر في النادي اللي هو ضده، وعماله احرق في العربيات وعمال اشتم وعماله اقول الفاظ وحشه للنادي اللي ضده. فالحب ممكن يكون سلبي لان هو ممكن يتحول لتعصب اعمى. حتى الفرح والسرور ممكن يبقى سلبي. دكتور ازاي فرحان وسلبي؟ فرحان عشان شمتان ان صاحبي سقط، فرحان عشان شمتان ان جاري مات، فرحان علشان زميلتي جابت درجات اقل مني. ايه ده؟ يعني الفرح ذات نفسه ممكن يكون سلبي. قالك لو تحول لشماتة.
يبقى الحب ممكن يكون سلبي، الفرح ممكن يكون سلبي، الغضب ممكن يكون ايجابي، الخوف ممكن يكون ايجابي حسب النتيجة المنتظرة منه. طيب، قال النضج الانفعالي، ساعات يقول لك الانسان ده ناضج انفعاليا. يقول لك الحقيقة انا مريت بمشاكل كتير لحد بطمن على المايك شغال ولا لا، لحد ما وصلت لمرحلة من النضج الانفعالي. طب امتى تقول ان انت بقى عندك نضج انفعالي؟ قالك اول حاجة متحرر من الميول والاتجاهات السلبية. يعني ايه ما عندكش ميول واتجاهات سلبية؟ شوف كده اللي انا اقوله لك وقول لي عندك قد ايه نضج انفعالي، نسبة قد ايه. ما عندكش انانية، مش بتحب نفسك بس انت لازم تحب نفسك بس مش بدرجة عالية. 2، خوف، متحرر من الخوف، مش خايف عمال على بطال. احنا لازم نخاف بس مش خوف من المطلق، خايف من بكره وخايف من مجهول وخايف من ماما وخايف من بابا وخايف من الميس وخايف من خوف في المطلق، لا. يبقى متحرر من الانانيه الزياده قوي، من الخوف الزايد قوي، من الخوف من تحمل المسؤوليه، مش عايزه اتحمل مسؤوليه، مش عايزه اتحمل مسؤوليه مذاكره، اجتهاد، ابنه، بيت، مش عايزه اتحمل مسؤوليه. يبقى الانسان اول حاجه اللي عنده نضج انفعاله ما عندوش الاتجاهات السلبيه دي. طب تاني حاجه قال لي شخص تاني حاجه لا تتلاعب بيه المثيرات التافهه. يعني ايه كلمه مثيرات تافهه؟ مواقف تافهه، رزين، ثابت، مش بيتنرفز على التافهه. يعني بص بيقولك ايه، نقد، ملاحظه عابره تثير في نفوذهم الغيظ والقلق. يقولك انا بقالي 3 ايام ما بنامش ليه؟ عشان في واحد كتب لي كومنت على الفيس مش قادره انساه. يا عم ما ممكن يكون لجنه الكترونيه، ممكن يكون واحد متغاظ منك، ممكن يكون مدرس زميلك عايز يضايقك، ممكن يكون اي حاجه عادي يعني. يقولك لا، ده انا مش قادر اعيش وبقالي 3-4 ايام باكل في نفسي علشان في واحد زميل صاحبي قال لي كلمه مش قادره انساها. لا، قال لك الانسان اللي عنده نضج انفعالي لا تتلاعب به المثيرات التافهه. التعبير عن الانفعالات بصوره متزنه. واحد ضايقك نرفزك، انت بترد عليه زي بالظبط ما هو ضايقك ونرفزك بشكل متزن. بيعبر عن رايه حتى لما بيقبل وبيرفض بهدوء وثبات. قالك عشان كده الشرطي عنده ضبط انفعالي، عنده نضج انفعالي، عنده ثبات انفعالي. لما بيتعرض لموقف ما بيكونش انفعالاته عالية قوي اوفر قوي، لا، بيعبر عن غضبه بهدوء. قادر على ضبط النفس في المواقف التي تثير الانفعال. واحد مش فاهمك فرحت جايب الترابيزه مكسرها على دماغه، ما عندوش اي نضج انفعالي. وطالب نرفزك في الحصه فيروح المدرس لطشه قلمين، انت يا ابن كذا وانت يا بنت كذا، مفيش اي نضج انفعالي. بيقول لك هدوءك امام غضب احد اصدقائك لعدم فهمه الصحيح لكلامك، ده دليل على ان انت عندك نضج انفعالي. الانسان اللي عنده نضج انفعالي بيتحمل الحرمان. يعني ايه؟ جعان فراح سرق، ده ما عندوش نضج انفعالي. عايز فلوس فراح قتل، ما عندوش نضج انفعالي. اللي عنده نضج انفعالي بيتحمل الحرمان، بيؤجل اللذات. عايز يحس بلذة الجوع، لذة الاكل والشرب بس مش معاه فلوس بيأجلها. عايز يحس بلذة البيت والعيلة بس مش معاه فلوس يتجوز فبيأجله. يبقى يتحمل الحرمان، يؤجل اللذات لحد ما الفرصة المناسبة تيجي، زي واحنا صايمين كده. ربنا بيدربنا ازاي يبقى عندنا ثبات انفعالي ونضج انفعالي. تقعد 12-13 ساعه لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتعمل الموبقات ولا المحرمات لحد ما تيجي الفرصه المناسبه ان انت تاكل وتشرب فيهم، وفي نفس الوقت ربنا يدربك ان انت ما تعملش اي حاجه حرام ولا اي حاجه غلط. يبقى ده سمات الشخص اللي عنده نضج انفعالي. 6 سمات اعرفهم كويس، حاول تطبقهم في حياتك. طيب، قالك الانفعالات وعلاقتها بالتوافق النفسي والانفعالي. هل الانفعالات ليها علاقة بالتوافق النفسي والانفعالي؟ كلمة التوافق النفسي والانفعالي ده كان منهج سنة 3 هينزل لك ان شاء الله في منهج سنة 2 وهناخده. كلمة التوافق يعني التلائم، الانسجام. ازاي ان انت تفاعل انفعالاتك متلائمة ومتوافقة عشان يبقى عندك توافق نفسي متلائم ومنسجم مع نفسك ومع اللي حواليك. طيب، بيقولك تأثير الانفعالات المعتدلة على العمليات العقلية والسلوكية. كل ما تبقى انفعالاتك معتدلة ناضجة، مش منفعل عمال على بطال، ده بيأثر على عقلك وبيأثر على سلوكياتك، أفعالك. طب ليه؟ قالك الانفعالات المعتدلة أول حاجة يزيد الخيال خصوبة. الإنسان الهادي اللي عنده انفعالات معتدلة دايما خياله خصب وبيفكر، ينشط التفكير حتى لو اتحط في موقف
في انفعال قوي، انفعالاته الهاديه بتخليه ان هو يفكر وياخد قرار صح. يقوي الرغبه في المواصله والعمل والانجاز، حد نرفزه، حد عصبه في العمل بس انفعالاته هاديه فارمي وراك انا مكمل في طريقي. الانسجام النفسي والتواصل الاجتماعي مع الاخرين. تخيل كده واحد طول النهار عمال يزعق ويشخط وانفعالاته قويه، يجي اخر الليل يقول لك انا مش قادر، انا مخنوق، انا مش طايق نفسي، مش قادر ينسجم مع نفسه. وتلاقي اللي حواليه كله بيبعد عنه، يقول لك يا عم مش طايق نفسه، ده بيزعق، ده بيغضب على اتفه حاجه، وتلاقيه ملوش صحاب. يبقى الانفعالات الهاديه بتحاول ان هي توصلك مع الاخرين، تعمل لك انسجام نفسي، تخلي خيالك خصب طول الوقت. طب بص بقى الانفعالات الحاده القويه، بص بتعمل ايه؟ بتعمل مصايب. اول حاجه تشوه الادراك. يعني ايه تشوه الادراك؟ انا مش طايقه زميلتي عشان هي ما فيهاش ولا ميزه فيها ولا ميزه. بابا ما عملناش، انا الحقيقه متضايقه من بابا جدا، بابا طول عمره كارهني. طول عمره كارهك يعني ما فيش حاجه عملها لك حلوه؟ لا، ليه؟ ادراكك مش شايف فيه حاجه صح. بيقول لك الشخص السالم فعليا لا يرى في خصمه الا العيوب ولا يرى في حبيبه الا محاسنه. يقول لك دي ملاك نازل من السماء. يا عم ما فيش حد ملاك، كلنا فينا عيوب وفينا مميزات. فالانفعالات الحاده سواء حب او سواء كراهيه تشوه ادراكك، تخليك تشوف الحاجه مش صح، تشوف ان الانسان ده احسن انسان مع ان هو ممكن ما يكونش كده، تشوف دوت عدوك مع انه ممكن ما يكونش كده. تاني حاجه اضعاف القدره على التذكر. حلوه قوي دي، بتحصل لنا كلنا. تيجي تتخانق مع حد فتديهم له، تديله، ما انت منفعل بقى. يجي بعد كده يعاتبك يقول لك ايه؟ على فكره انت قلت لي 1 و2 3. تقول له انا والله ما قلت كده. اللي حواليكم يقول لك لا قلت، مش فاكر. لان انت اثناء الانفعال القوي انت بتقول حاجات وبتعمل حاجات انت اصلا مش قادر بعد كده ان انت تتذكرها. بص بيقول لك ايه؟ زي الطالب اللي عنده انفعال قلق وتوتر مش قادر يفتكر الاجابه. طالب يعجز عن تذكر الاجابه الصحيحه في الامتحان بسبب خوفه من الامتحان. تعطيل الفكر السليم، يقولك والله انا عارف الاجابه بس مش قادر افكر فيها. زي بالظبط واحد عنده مره واحده شاف تعبان، خايف انفعال شديد جدا، مش قادر يفكر مع انه ممكن يبقى الباب اهو قدامه بس هو مش قادر ياخد القرار ولا يفكر. تعطيل الفكر الصحيح. الوقوع فريسه للاستهواء. يعني ايه كلمه فريسه للاستهواء؟ الاستهواء هو تصديق كل ما يقوله الآخرين، اكتب كده عندك، دون نقد أو تمحيص. ما انت منفعل بقى، أي حد يقولك أي حاجة بتصدقها. انت غضبان جدا جدا من المدرس، لو قالوا لك ان المدرس ده بيقتل العيال هتصدقه. انت بتحب شخص قوي قوي، لو قالوا لك ان الشخص دوت نازل باجنحه هتصدقه. بص بيقول لك ايه؟ تقبل الاراء دون نقد او تمحيص، عشان انت منفعل انفعال سواء حب او كره. سرعه تصديق الشائعات، بتصدق اي حد يقول لك اي حاجه. طب اخر حاجه قالك الاندفاع في السلوكيات غير مهذبه. طول ما الانسان منفعل انفعال قوي بيعمل سلوكيات غير مهذبه، يضرب، يقتل، يشتم، يقول الفاظ مش كويسه، يسب اخلاقيا الناس اللي حواليه. يبقى الانفعالات سواء كانت قويه سواء كانت حب او كره بتضر الانسان. اضعاف القدره على التذكر، تشوه الادراك، تعطيل الفكر السليم، وقوع فريسه للاستهواء. اخر حاجه الاندفاع للسلوكيات. وبكده يبقى احنا خلصنا الدوافع وخلصنا الانفعالات. حلوه وبسيطه الحقيقه، ومحتاجه ان احنا نستفيد منها في حياتك. محتاجه ان انت تشوف ايه دوافعك عشان تقدر تحدد هدفك. محتاجه ان انت تهدي من انفعالاتك علشان كل اللي احنا قلناه دوت ما تقعش فيه. هنحل لسه الواجب والتدريبات، ولو في اي سؤال انا معاك في اي وقت تحت امرك. السلام عليكم. تعالى كده لما نحل أسئلة اللي هي التدريبات والواجب ونشوف عملنا فيها ايه. نشرت إحدى المجلات الأوروبية دراسة تفيد بأن الشخص الغاضب دائما تزيد فرصة إصابته بالسكتة الدماغية بمعدل 3 أضعاف مقارنة بالشخص الهادي. نستخلص من العبارة تأثير أحد جوانب الانفعال وهو الجانب. خلينا نتفق إن الجسمي هو الخارجي، فدوت مش ده. طيب الذاتي اللي هي الخبرة الذاتية أو الشعورية أو الإدراكية، فهنا الجانب الفسيولوجي. سكتة دماغية يبقى شيء فسيولوجي داخل جسم الإنسان.
حالة تأتي للفرد بصورة مفاجئة تصحبها اضطراب فسيولوجي جسدي، تغيرات حركية، أكيد دي الانفعال. ثبات لاعب كرة القدم أثناء المباراة رغم إهانة الجمهور لفريقه طول الوقت واستمراره في اللعب دون الالتفات لهم حتى يحقق الفوز لفريقه. يطبق الموقف السابق إحدى سمات النضج الانفعالي، عنده نضج انفعالي قوي. تحمل الحرمان وتأجيل اللذات، التعبير على الانفعال بشكل حاد، لا ده هو ما عملش كده. الغضب في المواقف المثيرة، ما عملش كده، ده هو عمل العكس، مخلاش موقف زي ده يتلاعب بيه، عارف هدفه بيحققه. أثناء تدريب السباحة الخاص بك في النادي فوجئت بوجود طفلة تظهر عليها علامات الخوف الشديد، شكلها باين عليه إن هي خايفة، فسرعت بالذهاب إليها وطمأنتها وساعدتها على تعلم السباحة. يفسر الموقف السابق أحد فوائد التعلم، وهي قوة دافعة للفرد، تحافظ على حياة الفرد، تحافظ على كيان المجتمع، تخدم عمليات التخاطب. لا، انت شفت الخوف عليها فرحت وساعدتها، لولا ان انت شفت الخوف ما كانش ده هيحصل، يبقى ده خدم حياتك. طب تحافظ على حياة الفرد، ده الفسيولوجي اوعى تنسى. طب قوة دافعة للفرد، بتخاف فبتذاكر، مش هنا، يبقى هنا هو شاف علامات الخوف على وشها ففهم ان هي خايفة فراح ساعدها. الغيرة انفعال مركب من حب التملك والشعور بالغضب، وعادة لا يعترف الفرد بالغيرة، غالبا ما تنبت لأن الفرد لا يكبر بالشعور بالنقص، وقد تقترن بإيذاء الشخص الذي يثير الغيرة. تفسر العبارة السابقة الانفعال وكيفية الحكم عليه من ذات إنه نتائج إيه. أكيد دي كلها مش نتائج حلوة، دي أكيد كلها نتائج سلبية. تعنيف الأم لطفلها عند قيامه بتكسير لعبة وإلقائها من شرفة المنزل تجعله يتوقف عن هذا السلوك حتى لا تغضب والدته مرة أخرى. يتفق هذا الموقف مع إحدى فوائد الانفعال المتمثلة في الوظيفة إيه؟ الديمومية اللي هي المتغيرة. طب التنشيطية بنشطك على لحد ما توصل لهدفك. التواصلية هو شاف إن هي متعنفة عليه جدا فما عملش دوت وتوقف عليه، فساعدتهم في التواصل ما بينهم. عشان كده الإجابة الصح هي ج. بعض الأشخاص الذين تنتابهم حالة عصبية حادة لا يستطيعون التنفس بسهولة، مما ينعكس على صحتهم وتزيد فرصة إصابتهم بمرض الربو. يناقش الموقف السابق أحد جوانب الانفعال وهو الجانب الظاهري الفسيولوجي الخارجي الذاتي. خلينا نتفق إن الخارجي هو الظاهري، ومرض الربو ده حاجة ليها علاقة بالجسم ففسيولوجية، يبقى الإجابة الصح هي ب. اللاعب المهتم بالفوز بالمباراة ينتاب القلق على نتيجتها قبل بدايتها، ليستمر حتى اللحظات الأخيرة من المباراة ليبذل أقصى ما في جهده للفوز. يجسد الموقف السابق إحدى فوائد الانفعالات، وهي هو مهتم، عنده الانفعال إن هو يحقق فشغال على نفسه، يبقى دي قوة دافعة للفرد. في إحدى المطاعم الضخمة فوجئ مدير المطعم بثورة أحد العملاء وادعائه بأن كل المأكولات المقدمة فاسدة تسبب التسمم، وأنه سيرفع شكوى للقضاء لمحاكمة صاحب المطعم. فتوجه المدير على الفور لمناقشة العميل. لتخطي المدير تلك المشكلة عليه أن يتحلى بأحد سمات النضج الانفعالي. واحد جاي وقال له أكلكم كله بايظ وأنا هروح أقدم شكوى قضائية وأسجنكم. طب هيعمل ايه؟ هيطرد العميل؟ لما هيفضحه على النت ويصور له ويرفع عليه قضيه زي بتاع عمرو دياب. ضبط النفس والاتزان للمحافظه، نعته بالكذب، يقول له انت كذاب والاكل زي الفل، ما هو الراجل جاله تسمم، لا. تهديده هيبلغ الشرطه، لا. ضبط الانفعال والاتزان هو الحل الصح. بعد أن سعى أخوك الأكبر للحصول على الوظيفة التي كان يحلم بها، ذهب لتقديم أوراقه وعمل مقابلة شخصية مع مدير العمل. فوجئ بزحمة مرورية استمرت لوقت طويل مما وضعه في موقف محرج. مجرد وصوله للمنزل انهمرت دموعه. ملخص الموقف السابق جميع فوائد الانفعال، بيقول لك كل دول فوائد ما عدا ايه؟ الحالة الشعورية الخاصة، حفظ حياة الفرد، تهيئة الجسم للموقف، التواصل. كل دوت مهم ما عدا التواصل، لان هو ما تواصلش مع حد، هو رجع دخل الاوضه بتاعته عيط، لا اكتر ولا اقل من كده، مفيش اي حاجه من دي حصلت. هو ما تواصلش، هو راح ما عرفش يقابلهم فرجع دخل الاوضه قفل عليه عيط بس. ان الشخصيه السويه وحاله الاستقرار النفسي غايه ينشط كل شخص اليها بحيث لا يطغى فيها، يعني ما يطلعش فيها جانب على حساب الجانب الاخر. تصف العبارة إحدى سمات النضج الانفعالي، وهي شخصية سوية وعندها حالة استقرار نفسي. طيب تأجيل اللذات، لا.
الثقة بالنفس هو ما اتكلمش عن الثقة بالنفس، استقرار نفسي وشخصية سوية يبقى التحرر من الاتجاهات السلبية. الحياة بدون انفعال راقدة، تخيل كده واحد معايا لا بيفرح ولا بيحزن ولا بيغضب ولا بيغير ولا بيخاف، حياة وحشة قوي وتتعقد معانيها. فالانفعالات شأنها شأن الدوافع البيولوجية توجه نشاط الكائن الحي، وبالتالي فهي محركة. محركة ليه؟ يعني دافعة ليه. يبقى ب. ذهب اثنين من الأصدقاء لتقديم أوراقهم لمكتب سفريات للعمل بالخارج. علم واحد منهم أنه تم رفض الطلب فحزن كثيرا، وسرعان ما تغلب على الحزن وشعر بالسعادة لرفض طلب صديقه أيضا. يناقض، ده غلاوي قوي يناقض الموقف السابق إحدى سمات النضج الانفعالي، وهي تتلاعب به المثيرات التافهة. بيقولك تناقض يعني ده عكس التعبير بصورة متزنة، عكس التعبير بصورة متزنة، عكس التحرر من الاتجاهات السلبية، عكس تأجيل اللذات العاجلة. لا، هو طبعا بيناقض الاتجاهات السلبية. أنانية، واحد أناني جدا، هو زعل علشان اترفض بس فرح عشان زميله اترفض، فدوت طبعا يناقض التحرر من الاتجاهات السلبية، عنده اتجاهات سلبية طبعا. كلما شاهدت أختك الصغيرة القطط فزعت منها بينما صديقتها بتلعب وتلهو معاها. كل واحدة بتشوف القطة حسب وجهة نظرها هي. واحدة بتشوف القطة لعبة بتلعب معاها، التانية بتشوف القطة غول فبتخاف منها. يبقى ده الجانب الإدراكي. الجانب الإدراكي اللي هو الشعوري. الغضب إذا استمر قوي وقوى فإنه يصل إلى فعل تخريبي وقد ينتهي إلى انحراف نفسي وإجرامي. تصف العبارة السابقة أحد الآثار السلبية، وهي إيه؟ الوقوع في رسالة الاستهواء، الجمود الفكري، اندفاع الفرد السلبي، طبعا اندفاعه السلبي والقيام بسلوكيات سلبية. عندما ينهمك لاعبو كرة القدم بالملعب في الدقائق الأخيرة للحصول على الفوز ينتابهم الشعور بأنهم داخل حمام سباحة نظرا لغرق ملابسهم بالعرق. نستخلص من الموقف جانب الانفعالي، وهو لما بيجروا على طول في الملعب جسمهم كله عرقان، فبيحسوا هم بيشعروا ان هو كأنه داخل حمام سباحة. ده بيشعر، ده تقديره للموقف، ده ادراكه للموقف. يبقى احنا بنتكلم على الجانب الادراكي اللي هو د. خلي بالك عندك ان الخارجي والظاهري واحد، والفسيولوجي ليه علاقة بأعضاء الجسم، فهو هنا بيدرك الموقف ازاي. 17 أظهرت دراسات الباحثين أن سلوك التحية عند إلقاء بصديق في بعض البلدان يكون عن طريق التفافه بالرأس. تتفق الدراسة السابقة مع أحد جوانب الانفعال وهو جسمي خارجي. فين الجسمي؟ أهو. ظهر على وجه مديرك الغضب الشديد لتباطؤ العمل بالمصنع على الرغم من معرفة العمال بميعاد تسليم منتجات المصنع للتجار. هدد جميع العمال بالخصم لو استمر التباطؤ. انتابهم الخوف، سرعوا بالانتهاء من تجهيز الطلبات. هددهم فغيروا موقفهم وبدأوا ان هم يخلصوا الطلبات اللي كانت عندهم. طيب ده أنهي واحدة؟ ب. يبقى هنا الانفعال خلاهم يعملوا حاجات إيجابية، الخوف خلاهم يخلصوا الطلبات. تساعد أخيك الصغير في بعض المواد الدراسية وتجده يجيب على كل الأسئلة، لكنك تندهش عند رؤية نتيجة الامتحان. بتلاقيه راسب، تتوقع أن يكون ده نتيجة قلقه. ليه؟ استعداد للاستهواء، جمود فكري، سوء إدراك، إضعاف تذكر. بينسى الإجابة بمنتهى السهولة. عند حدوث مشكلة تقنية بشبكات الإنترنت يسارع العملاء بالاتصال بخدمة العملاء للوقوف على أسباب توقف الخدمة أو تعطيلها. الحقونا النت وقف. ويستقبل الموظفون المكالمات ويوجهون كثير من الانفعالات الحادة قد تصل لحد الإهانة لهم. بيشتموا اللي موجودين في خدمة العملاء بشكل غير طبيعي. ولكن يتطلب ذلك الموقف من موظفي خدمة العملاء. هيعملوا إيه؟ التفاعل مع المنتجات التافهة، يبقى ده هيشتمه وده هيشتمه؟ لا. التمسك بأخذ حق الرد الفوري، هيرد عليه هيمسكوا ببعض. التعامل مع الإساءة بثبات وهدوء. أثناء دخول المدرس شاهد طالبان يتشاجران فوجد أنهما يتنفسان بصعوبة. بيتنفسوا بصعوبة، ده جانب فسيولوجي. يحذر الأطباء من التعرض للقلق والتوتر الشديد، بيؤدي لتدهور في المجال الوظيفي العقلي الإدراكي مما يؤثر على استدعاء المعلومات، إن أنت تفتكر المعلومة اللي هو ضعف التذكر.
استمعت لأحد البرامج الرياضية التي كانت تستضيف ملاكم شهير ولفت انتباهك انه بالرغم من القوة الواضحة على ملامحه الا ان هو قال خوفه من الهزيمة هو اللي بيخليه يكسب، يعني قوة بتدفعه ان هو يكسب اهو، تنظم سلوكه وتوجهه. كلما تملك الغضب من قلبك أكتر مما عانيته في الماضي كلما فقدت الفرصة في احتمال حصولك على حب جديد في المستقبل. طيب التلاعب بالمثيرات التافهة تدعوك أكيد لأ. التعبير عن الانفعال بصورة قوية، التعجيل باللذات وسد الحرمان أكيد لأ. التحرر من الميول والاتجاهات السالبة. كلما تملكك الغضب مش هتعرف تحب بعد كده. دوت ان انت عايز تعبر عن انفعالك بصورة قوية أكيد لأ. جيم، إنها حالة داخلية تتصف بجوانب معرفية خاصة، إحساسات وردود أكيد دوت الانفعال. تعين الفرد على حل المشكلات المحيطة به، وذلك لأن تراكم المشكلات وتركها دون حل عادة ما يؤدي بالفرد للتوتر والقلق والاضطرابات. نستخلص أحد الآثار الإيجابية للانفعال: تزيد الخيال خصوبة، تسهم في تدفق المعاني، تساعد على الانسجام النفسي، تعمل على التواصل. بيقولك تعين الفرد على حل المشكلات لأن تراكم المشكلات هيؤدي بالفرد للقلق والتوتر والاضطرابات. يعني هو لو عنده انفعالات صح مش هيبقى عنده ده كله، هيبقى عنده انسجام نفسي. الفرد المتطلع للتفوق تنتابه حالة من الحماس للحصول على كثير من التدريبات، يبقى دوت تنشيطي. عند الإعلام بالإذاعة على حصول أحد أصدقائك في الإلقاء صفقت، يبقى ده خارجي جسمي. الزهو هو الإعجاب بالنفس، حابب نفسك قوي. والتعاظم والكبرياء وهو ظن كاذب يعطي الفرد استحقاق لمرتبة لا يستحقها، يقول لك أنا مفيش مني اتنين، هو ملوش لازمة أصلا. وغالبا ما تكون مجرد ستار لتغطية عيوب ونقص بيعبر بها الفرد. هذا الانفعال ناتج عن غريزة حب السيطرة. يعكس ما سبق كيفية الحكم على الانفعالات من حيث انها ذات نتائج، اكيد كل دوت مش نتائج حلوة يعني منبوذة. اذا رأيت رجل يعلق طفل من رجليه بإحدى يديه ويضربه على ظهره بيد اخرى فانك قد تغضب، ولكن لو علمت ان الطفل ده بلا حاجة فهو بيحاول ان هو يديها له ينقذه فان غضبك هيزول. يبرهن الموقف السابق على احدى جوانب الانفعال وهي حسب الموقف ادراكك ليه ذات نفسه، الخبرة الذاتية. لو انت ادركت ان هو بيموته هتغضب، لكن انت لو شفت ان هو بينقذه ممكن تروح تضرب معاه اصلا. حالة الانسان كوحدة واحدة تشمل الجسد والنفس، ده الانفعال. يواجه بعض الاطفال الصم السلوك الاجتماعي العنيف، انسى انفعالية والتخطي الطفل مثل هذه الاساءة. يحاول الاخصائيين اكساب هؤلاء الاطفال دليل ارشادي للتعامل مع مثل الموقف. يتطلب الموقف السابق اكتساب سمة من سمات النضج الانفعالي، وهو اكيد ان هو لازم يبقى عندهم ضبط نفس. قد يحاول البعض السيطرة على دموعهم مع نزولها عند تعرضهم لمواقف تزرف فيها الدموع كدليل على القوة. يتعرض ده مع ايه؟ الدموع شيء خارجي، شيء انا شايفاه اللي هو الجانب الجسمي. يقول احمد شوقي: مالي غضبت فضاع امري من يدي فالامر يخرج من يد الغضبان. يدعو المقولة السابقة لإحدى السمات اللي هي أضبط نفسي، ما أغضبش على الفاضي وعلى المليان. يقول أرسطو: انزل برغباتك إلى مستوى داخلك الحالي وارتفع بها فقط عندما يسمح لك بذلك دخلك المرتفع. يعني يعمل إيه؟ تأجيل اللذات العاجلة. ما تقولش أنا عايز موبايل آيفون وأنت معكش فلوس، لا، لذاتك دي رغباتك دي أجلها لحد ما تبقى قادر عليها. الاتزان هو الوسط الذي يمثل العدل بين الأشياء جميعا، فهو ليس قانونا للوجود فحسب بل أيضا للسواء الإنساني. تجسد المقولة السابقة أحد السمات الاتزان، يبقى الثبات الانفعالي. أثناء ذهابك مع والدتك للتسوق لاحظت وقوف فتاة صغيرة تلتفت يمين وشمال تقطب جانبيها لكثرة السيارات بالطريق فتوجهت وساعدتها، يبقى خدمت التواصل بين الناس. سجل بعض الباحثين عدد من المظاهر الانفعالية السائدة فوجد ان اخراج اللسان، واحد بيطلع لسانه دوت اني جانب من الجوانب اللي قدام حضرتك. الداخلي هواه الفسيولوجي، الشعوري ملهاش دعوة، الخارجي اللي هي ايماءات. ان الانفعال الشديد هو العدو اللدود الهادئ المنظم، لانه يحصر تركيز ذهن الفرد في قضية واحدة. تناقش العبارة السابقة أحد الآثار السلبية للانفعال. الانفعال مش قادر يفكر تفكير هادي منظم،
حاصر ذهنه في حاجة واحدة بس، مش عارف يفكر اصلا. تشوه الادراك، الجمود الفكري اللي هو التعصب، لكن هو مش عارف يفكر هنا اصلا. عند التوتر والغضب يضطرب افراز بعض الهرمونات التي تتسبب في اضطرابات النوم، عدم اخذ قسط من الراحه، وبالتالي ينتج عنها عده امراض. يتعرض الموقف مع احدى فوائد الانفعالات: تقويه الروابط، توجيه السلوك، تفيد التواصل، لا تهيئه الجسم. عند سماعك لصراخ احد السيدات من جيرانك فتغضب لاعتقادك انها تتعرض للعنف، هناك من يؤذيها، لقيت ان دوت بيوضح ان هي مريضه وبتتلقى العلاج. فده جانب شعوري اللي هو الخبره الذاتيه. وبكده يبقى احنا حلينا على الانفعالات. ولو في اي سؤال احنا معاك ان شاء الله. المره الجايه هنكمل في موضوع جديد. السلام عليكم.